والحركات اللي راح تشوفوها. بترككم مع التقرير. هذا ما هو مشهد من فيلم سينمائي مثير وله خداع بصري، هذا مشهد حقيقي بيمثل آخر ما جاد به الشبان السعوديين من أفعال لا تخلو من خطورة وتهور، وفي الوقت نفسه لا تخلو من مهارة. فبعد عرض موقع اليوتيوب الإلكتروني شريط بيظهر 3 شباب سعوديين بيتزلجوا في أحد الطرق السريعة المزدحمة في العاصمة الرياض عبر التعلق بأبواب سيارة بتسير بسرعة عالية. زار هذا الموقع أكثر من 1,100,000 شخص، وعلقت على هذا المقطع صحف أجنبية شهيرة أبرزها الديلي ميل والتلغراف اللي وصفته بالجنون الخطر، وشبهتها الشباب اللي ظهروا في المقطع بممثلي الأدوار الخطرة في الأفلام السينمائية. عادة صباح الخير يا عرب في الرياض تمكنت من الوصول لأحد الشبان اللي ظهروا في الشريط. ورا لي 5 سنوات أنا مارس الهواية هذه، ما أشتري أي خطورة، لكن فيه 2 من أخوياي مارس الهواية هذه بإصابات كسور ومكسور وكذا. يمكن اللي مارس الهواية هذه يمكن على 180 مارس على 180 200 160 أي سرعة محدودة يعني. والتهمونا عندك هنا في البلد إن نستعمل مخدرات وحياة خراب لك. برا السعودية لو نروح برا السعودية نشوف الاتحاد كله يسوون اتحاد على الحركات هذه. ما في شك انه هذه الافعال شديدة الخطورة وما يتقبلها المشاهد، ولكنها بتذكرنا بفرق المجازفين الغربية المثيرة، والفرق انه الاخيرة بتتخذ كل احتياطات السلامة في حين تظهر في بلادنا على انها شغب. يذكر ان السعوديين بيتداولوا هذه المقاطع عبر هواتفهم المحمولة وبالبريد الالكتروني وبايميلات بتحمل تعليقات ساخرة، كان ابرزها مطالبة وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي بايجاد حل سريع، في تلميح الى انه سبب هذا الجنون هو البطالة. الشباب اللي قبل شوي كانت لعبتهم مبهرة بشكل خيالي، أعرف أنها هي لعبة في الوقت الحالي هي لعبة انتحار، لكن لو الشباب قدروا يوظفون فيها وسائل السلامة أكثر مثل الخوذة أو القلبزات أو حتى الأبوات أعزكم الله، أعتقد أنها حتبقى هواية رياضية. ولو كانت هذه اللعبة برا الدول العربية كان أعتقد أنها بتكون هواية لها جمهورها ولها حتى ممكن يكون لها اتحاد. أتمنى التوفيق للشباب وأتمنى أنه يهتمون في وسائل السلامة أكثر، لأنه فعلا هي لعبة حلوة. لعبة حلوة فعلا يا منصور، وأنا بشكرك شخصيا. إحنا فريق صباح الخير يا عرب اللي قدرت إنك تطلع وتصور هالشباب. يمكن التصوير أو هاللقطات كان تصويرها بحد ذاته مخاطرة، بس إحنا بنقول مش مشكلة، بنخاطر على أساس إنه نهتم بسلامة أولادنا. بنتمنى إنه يا رب أولادنا ما يصير لهم شيء وإنهم أبدا ما يمارسوا مثل هذه الرياضات. وأنا الآن رح أعمل رياضة شوي بسيطة وأطلع لسهام. سهام شو أخبارك؟ أنا منيحة.